المشيدة. سبحانك ربي وأنت القائل لموسى عليه السلام: كن واثقا من رزق مضمون ما دامت خزائني مملوءة، وخزائني لا تنفذ أبدا. ولا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا يزول أبدا. ولا تأمن مكري حتى تدخل الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. فكن في الدنيا كعابر سبيل، واترك وراءك أثر جميل. فما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوف، والضيف لا بد له من الرحيل. ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم. ولا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يستطيع العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. ولا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين. واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون. وأصلي وأسلم على معلم البشرية الأول، حضرة النبي العربي الهاشمي القرشي، وعلى آل بيته وعلى أصحابه وعلى أتباعه إلى أن يرث الله الأرض من عليها. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في ليلة تكريم الأم والمربية الفاضلة، الأم الطاهرة التي رحلت عنا في أحب الأيام إلى الله، والأم التي عاشت طيبة بين الناس وماتت طيبة، والأم التي ربت فأحسنت التربية. فأسأل ربي سبحانه وتعالى في عليائه أن يشفع فيها الصيام، وأن يشفع فيها القرآن، وأن يجافي الأرض عن جنبيها، وأن يحشرها في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشاركين آلة غربية جميعا، بيت الكرم والواجب، السيد الأستاذ محمود عطية غربية، وأيضا سفير وزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية بالخارج، علم الواجب السيد الدكتور أحمد عطية غربية. مشاركين أيضا الحاج محمد عطية غربية، السيد الدكتور محمود أحمد عطية غربية، حاج محمد عبد المقصود سيف، أستاذ محمود عبد المقصود سيف، السيد المستشار منصور غربية، أستاذ منصور السيد غربية، أستاذ محمد مهدي العدوي، حاج إبراهيم السباعي جمعة، مهندس حسن الفهلوي. قدمونا جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل القيادات الشعبية والتنفيذية، والسادة القضاة والسادة المستشارين، والسادة رجال التربية والتعليم الذين أتوا من إدارات كفر صقر وإدارات أبو كبير وإدارات أولاد صقر التربية والتعليم، الذين أتوا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة
في ليلة تكريم أمنا الطاهرة. مشاركين أعلام الواجب أستاذ أحمد عبد المعطي، وأيضا أستاذ عثمان الحواجري، حج خالد أبو سطيح، حج عادل أبو سطيح، العمدة الحج علاء أبو عشيش، حج محمد سعد البوردي، حج سعيد أبو كامل، حج درويش أبو السيد مهندس فتحي شاهين، والداعية الإسلامي الكبير مولانا الشيخ هشام فرحات الموجي، وأيضا أستاذ محمود أحمد إبراهيم، وأيضا الشيخ أحمد محمد حسن الذي أتى مشاركا من الأسرة الكريمة. نستهل هذه الليلة بتلاوة قرآنية عطرة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفاكهة قراء مصر وبلبل وقروان الوطن العربي، فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط. أسأل ربي تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. وبشر الذين آمنوا
كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل إن
فما فوقها إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم.
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة
فسجدوا إبليس أبى واستكبر وكان من وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى
هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا اهبطوا منها جميعا فمن قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى صدق الله العظيم.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ولا
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
صدق الله العظيم. البقرة وآل عمران آمنت برسالته المحمدية ونساؤه ذوات المائدة القرآنية. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا مع فاكهة قراء مصر وبلبل القروان الوطن العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط، تكريما لأمنا الطاهرة فقيدة عالات غربية. جميعا أشكر باسمكم الهندسة الصوتية العالمية والولايات الإنارة وأضخم محطات الديزل الكبرى، العميد الإنارة والصوتيات بجمهورية مصر العربية حق إبراهيم أبو زكي، إدارة الدولي محترم مهندس محمد إبراهيم أبو زكي والمقيم بالكشيكة، قصر الضيافة المتنقل وكبرى مخازن الفراشة العالمية العمدة الحاج عباس والمقيم بغفرصار، عميد بفهات مصر أولاد السعيد إدارة المتر السيد مرسي المتر أحمد مرسي والمقيمين بالإبراهيمية. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام مهندس الهواء والتصوير الدولي أشرف حسين والمقيم بالفرعين، والشركين آلة غربية جميعا أعلام الواجب وبيت الكرم السيد الأستاذ محمود عطية غربية، وسفير وزارة التربية والتعليم بالخارج السيد الدكتور أحمد عطية غربية، حق محمد عطية غربية، الدكتور محمود أحمد عطية غربية، الحق محمد عبد المقصود سيف، أستاذ محمود عبد المقصود سيف، المستشار منصور غربية، أستاذ منصور السيد غربية، وأيضا أستاذ محمد مهدي العلوي، حق إبراهيم سباعي جمعة، مهندس حسن الفهلوي، قدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى ليقدم واجب العزاء، مشتركين على بالواجب السيد الأستاذ عبد المعطي سالم مدير الإدارة التعليمية أبو كبير، وأيضا المحترم الأستاذ حاتم بك محمود بدار يدير الإدارة التعليمية بغفرصار، وأيضا أستاذ أحمد زين العابدين، وأيضا مشاركين باشمهندس محمد زغلول الكيلاني، وأيضا علم الواجب الحاج داد السلموني، وأيضا الشيخ محمد رمضان عبودة، أستاذ محمد إبراهيم شحت، أستاذ صلاح عبد الجواد، وأيضا أستاذ صلاح موسى مدير عام الثانوية بكفرصار، وأيضا حق سليم الحبشي، حق نبيل الحبشي، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية الذين أتوا مشاركين الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة في ليلة تكريم أمنا الطاهرة، وبركية عداء أيضا السيد النائب صلاح منصور عبد العال الذي أتى بالنيابة عن الشيخ عبد الحميد عبد العال مشاركا من الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام، نعيش الآن في رحاب العلم والعلماء وفضيلة الداعية الإسلامي الأستاذ أحمد السيد فرج، يتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الحميد ولم يزل، قسم الأرزاق وقدر الآجال من الأزل إلى الأزل، له الحمد في الأولى إذ زاغت الأبصار وسقط الحبل، وله الحمد في الآخرة إذ نامت عيون الناس عنها والله عنها ما غفل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قصر العباد في كل مكان فأمهلهم ربي وما عجل، ولو أراد الله ما أصاب النبات بلل،
لأن الله حكيم في قدرته لا يسأل عما فعل، فسبحانه لحكمة يفعل ولحكمة فعل. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، النبي الذي إذا قال فعل. ألا تراه أوصى بكفالة اليتيم ولما أمر بها كفل؟ ألا تراه أوصى بصلة الأرحام ولما أمر بها وصل؟ فاللهم صل وسلم وبارك على النبي الذي الخير به قد اتصل. أما بعد، استمعنا فيما تلي علينا وما خرج من قلب هذا الرجل الذي يعشقه الجميع. تلا علينا من سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. لما خلق الله عز وجل الخلق جميعا فخلق الملائكة من نور، وقال لهم لقد خلقت في الأرض وجعلت فيها نفسا. فالملائكة قالت لله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ده لكانت الملائكة عرفت إن آدم خلق ولا كان أصلا لسه خلق. ده ربنا سبحانه. والشيخ الشعراوي بيقول الله عز وجل لم يستشر الملائكة. الحوار اللي دار بين ربنا سبحانه وتعالى وبين الملائكة هو مش بيستشيرهم، ده هو يعلمهم إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كأنهم يريدون أن يقولوا بأننا خلقتنا نصلح في الكون وخلقت بني آدم ليفسدوا في الأرض. لكن الله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. الله، إيه هي الأسماء اللي ربنا علمها لسيدنا آدم؟ العلماء قالوا إذا كان الله عز وجل خلق عنده الملائكة يبقى علمهم الأسماء. طيب امال ايه الاسماء اللي ربنا علمها لسيدنا آدم؟ قال لك بأنه هناك مخلوق أعلى ومخلوق أدنى. تعال كده في قصة الهدهد مع سيدنا سليمان: جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. هذا الخبر سيدنا سليمان لم يكن يعرفه. سيدنا سليمان مش عارف قصة المرأة مع قومها الذين يعبدون الشمس من دون الله. كذلك آدم عليه السلام علمه الله عز وجل كلمات ربما لم يعلمها الله عز وجل للملائكة، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من المفسرين من قالوا بأنها هي أسماء الله الحسنى، ومنهم من قالوا بأنه هو اسم الله الأعظم علمه الله لسيدنا آدم. المهم أن الله علمه هذه الأسماء. بعد ذلك أمر الله عز وجل إبليس أن يسجد لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. النداء والأمر من الله كان لكل ما في الكون. اللي كان في الكون وقت في هذا الوقت الملائكة، الشياطين، آدم عليه السلام. إبليس كان زعيم
هذه المملكة مملكة الشياطين. طيب الشياطين دي فيها مسلم وفيها كافر، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. إذن في من الجن من هو مسلم زيه زي البني آدمين بالضبط، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. أول معصية في الكون كانت هي التكبر. الملائكة سجدت واستجابت لأمر الله، إبليس لم يسجد. آيات كثيرة في القرآن، مرة قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ومرة تانية قال أسجد لمن خلقت طينا. فأول معصية ارتكبت في الكون كانت هي التكبر على الله عز وجل وعلى أوامر الله. الملائكة على طول سجدت، ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم، دي شأن الملائكة. طيب سيدنا آدم ربنا أوحى له ألا يسمع لإبليس وألا يأكل من شجرة. طيب سيدنا آدم الشيطان أغواه وأضله ليأكل من هذه الشجرة، وأقسم لهما على أنه صادق، أقسم لآدم وزوجته وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طيب سيدنا آدم حب يرجع لربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال فتلقى آدم من ربه كلمات. ايه هي الكلمات اللي سيدنا آدم تلقاها عشان ربنا يتوب عليه؟ في سورة الأعراف ربنا بيقول ايه؟ قال بألف الاثنين، يعني سيدنا آدم وزوجته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الملائكة قالوا بأن هذا الدعاء هي دي الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى علمها لسيدنا آدم عشان يتوب ويرجع بها إلى الله عز وجل. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. أول معصية ارتكبت في الكون كانت التكبر على الله عز وجل. تاني معصية كانت القتل. ابني آدم واحد منهم قتل الثاني، فجاء القرآن ليعلم الناس كيف تكون الإنسانية، يعرفهم ازاي ان يبقى في تمدن وتحضر في وقت لم يكن فيه خلق. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى ده حتى العلماء قال لك ان أعزكم الله البهائم التي تموت تدفن، لا ترمى في المياه ولا تدفن، بدليل أن الله عز وجل أرسل غرابا يبحث في الأرض، يعني يفحر يعمل حفرة عشان يدفن أخوه الغراب. إذا كان هذا من طائر ربما منبوذ في الكون، الغراب لا أحد يحبه، فجاء الله عز وجل بهذا الغراب ليعلم البشرية كلها كيف يكون التحضر والحفاظ على الإنسانية وعلى خلق الله عز وجل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الأمة الراحلة بواسع رحماته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يغفر لها ما فات، وأن يجعل قبرها نورا يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر اللهم لنا ولها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الذي صب الماء صبا ثم شق الارض شقا فانبت فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم. صلاة